السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في جولة جديدة من أفريكانو بارك. أفريكانو بارك دي حديقة مفتوحة للطيور والحيوانات بجميع أشكالها وألوانها. جولة كده جميعة بالصور أهي زي ما انتم شايفين. دي طيور مائية اللي هي أهو، ودي حيوانات الأولاد بيوكلوها. دي في أفريكانو بارك أهو. بغبغانات ده في منطقة اسمها الكهف، كهف الطيور، جميلة جدا اهو. بغبغانات بتوكلها وتلعب معاها وتطير جنبيك كده زي ما انتم شايفين. اشكالها جميله جدا، وفي بغبغانات منها بتتكلم. المناظر هناك طبيعيه وجميله جدا، وكافه انواع الحيوانات المستأنسه البريه. وفي حيوانات متوحشه بس موجوده في حديقة ده الجزال، جزلان يا جماعه، بتلعب معاهم وتوكلهم. والبغبغانات بردك زي ما انتم شايفين، ممكن تحط لهم اكل ياكلوا اهو. في ايائل بردك، حيوانات برية مستأنسة جميلة. مفيش خوف هناك على أي حاجة إلا المنطقة الحيوانات المفترسة اللي طبعا دي داخل حاجز زجاجي كده. أفريكانا بارك. دي حرباية داخل الكهف بتاعها. مم. ده من ضمن الحيوانات برضك اللي موجودة. حيوانات جميلة. ده كل كهف الطيور. دي حيوانات السياسي دي، الحمير السياسي ده تعبان برضك، البنات بتتصور معاه. ده برضك ضبع بياكلوه بس يعتبر مستأنس برضك. طيور هناك جميلة، البغبغانات. مم. ده الأيائل أهي، الأطفال بتوكلها مفيش أي خوف خالص، بيجي ياكلوا منك. دي الحيوانات المفترسة داخل قفص زجاجي كده. مم. جميلة جدا، ممكن تتصور وراها. ادي الجزلان في الحدائق بتاعتها. جزلان برية جميلة جدا، مستأنسة لما بتاخد عليك وانت بتوكلها. دي صحبة الأصدقاء جميلة اهو. ده بيوكله برضك، بيحط الجزرة في بقه والتاني بيلقطها. الآية دي جميلة. رحلة ظريفة جدا ممتعة للكبار والصغار. دي الحيوانات المفترسة داخل القفص الزجاجي أو داخل الحديقة بتاعتهم أهو. ده النمور. ده البجع يا جماعة في المية بتاعتهم بياكل السمك. دي القرود في جبلات القرود والنسانيس، انتم شايفين. بس كل دول بعيد عن البني آدم عشان يعتبر متوحشين شوية. موضوع الطيور اللي جميل جدا. دي زواحف سلحفة، ممكن تخش تتصور معاها، مفيش خوف. دي الآية اللي جميلة جدا برضك، برية حلوة. مم. دي الدببة جوه البركة بتاعتها اهو. ده الظبي. وإلى اللقاء في رحلة جديدة وجولة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.